الموجز اليومي لأهم أخبار النادي الأهلي والرياضة المصرية ميجا كورة. بقدم لك فيه أهم وآخر العناوين الرياضية اللي تخص الكرة المصرية. بس بقى قبل ما أقولك أي حاجة ما تنساش تعمل متابعة للقناة وتدعمنا سواء بشير أو بلايك، لأن دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قائمة النادي الأهلي لمباراة مودرن سبورت في الدوري المصري. النادي الأهلي يختتم استعداده لمواجهة مودرن سبورت. إمام عاشور الحمد لله ابتدى التدريبات الجري حول الملعب وكان لابس الحذاء بتاع الكورة امبارح والنهاردة. ملخص سريع عن مباريات امبارح والنهاردة. مباريات اليوم بإذن الله: سموحة هتلعب مع طلائع الجيش الساعة 6، وفي نفس الوقت المقاولين العرب وزد. والساعة 9 بإذن الله الإسماعيلي وبتروجيت، وفي نفس الوقت مودرن سبورت مع معشوق الجماهير النادي الأهلي الساعة 9 على استاد القاهرة بتوقيت القاهرة. أما بالنسبة للنتائج امبارح: سيراميكا لعب مع الزمالك والزمالك كسب 2-0. بيراميدز لعب وادي دجلة والمباراة خلصت 0-0. المصري لعب الاتحاد والمباراة خلصت للمصري 3-1. الليلة عودة الشغف، النادي الأهلي العظيم هيلعب مع نادي مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة. المباراة على استاد القاهرة الدولي، والمباراة إن شاء الله مذاعة على قناة أون سبورت 1. رابطة الأندية أعلنت إن هي هتراجع هتافات الجماهير الزمالك ضد زيزو ووالده، وهتعلن العقوبات بعد نهاية الجولة الأولى. بس لو كانت جماهير الأهلي كانت العقوبة هتتعمل في ثواني. مودرن سبورت أعلن التعاقد مع مصطفى مخلوف حارس المرمى الأهلي السابق. كل الدعم يا محترم وبنتمنى لك التوفيق. نادي الزمالك العظيم بيستهل مباريات الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0. محمد شحاتة عمل النهارده هدف من قبل نص الملعب، هدف يعتبر من أحلى أهداف الدوري المصري. بس اللي غريب بالنسبة لي إن نادي الزمالك لعب مع سيراميكا كليوباترا 13 مباراة في وجود محمد بسام، ما خسرش منهم ولا مباراة. والأهداف الخزعبلية دي ما بتجيش في محمد بسام إلا بعد الدقيقة 80. تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة اليوم: حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع كريم فؤاد وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني، خط الوسط أليو ديانجو بن رمضان وقفشة، خط الهجوم تريزيجيه وزيزو ومحمد شريف. في أول ظهور ليه مع المصري عمر الساعي يعمل النهارده هدف من أحلى الأهداف في الدوري المصري. الكابتن طارق مجدي حكم لمباراة الأهلي اليوم. اسم النادي الأهلي العظيم يتصدر تصنيف الأندية الأفريقية لعام 2025 برصيد 78 نقطة. الراعي الرسمي للنادي الأهلي يهدي روبيرو سيارة جديدة. في النهاية اذكر الله يطمئن قلبك.